في الفيلم ده بنلاقي واحد وواحدة بيطبخوا وجبة معينة وقدامهم لجنة تحكيم قاعدة على نار عشان تدوق الطبق ده بالذات بعد ما زودوا جولة كمان في المسابقة من كتر ما المنافسين محترفين ومش لاقيين لهم غلطة. وفي الآخر بنلاقي المتسابقة انهارت مرة واحدة من العياط، بس مش بيكون بسبب إنها خسرت. يلا بينا نشوف الحكاية ونبدأ مع بعض. فيلمنا بيحكي عن مسابقة دولية بيعملها رئيس البلد بعد ما كرامته بتنقح عليه، وبيكون عايز يثبت ان الطبق الكاشيمي ده اصله من بلده هو، وبيخلي اكبر طباخين في البلد بس هم اللي ينضموا المسابقة دي. ومن وسط الطباخين اللي مشاركين في المسابقة يبقى اخ واخت في بينهم طار قديم، بس عشان يحلوا الخلافات اللي بينهم دي بيتفقوا ان اللي هيفوز في المسابقة هو اللي هيحدد مصير العيلة. وفي بداية الفيلم بنعرف ان في طباخة معروفة على مستوى العالم بترجع للبلد اللي اتولدت فيها وعاشت فيها وهي صغيرة في كوريا الشمالية عشان تشارك في مسابقة الطبخ. بس لما بنرجع بالأحداث لورا بنشوف مجموعة من الطباخين وهم بيجهزوا العشاء، والطباخ المسؤول عن الوليمة دي بتكون جانج بطلة فيلمنا، واللي بتبقى طباخة كورية بتشتغل حاليا عند رئيس الوزراء الياباني. وبنعرف بعدين ان رئيس الوزراء الياباني مستضيف رئيس كوريا الشمالية ومجموعة من المسؤولين الكبار، والعشاء في الأول بيعدي عادي لحد ما بينزل الطبقين الرئيسيين. وقتها رئيس كوريا الشمالية بيقول إن الكاشيمي والبلوجوجي طعمهم حلو قوي، فرئيس الوزراء الياباني قليل الذوق بيرد وبيقول له إنه غلطان وإن اللي أكله ده اسمه ياكانيكو أو كيموتشي، هما اسمهم كده ما تسألنيش كتير وأصلهم ياباني أصلا. فرئيس كوريا الشمالية بيتحرك كده وبيتصدم في نفس الوقت، ومن هنا الموضوع بيسخن وبيكبر بين الاتنين. وفي النهاية يعني رئيس كوريا الشمالية لما بيرجع على بلده بيؤمر بعمل مسابقة عالمية لعمل الكاميتشي، وده عشان يأكد على إن الكاميتشي أصله كوري. والخبر ده بينتشر في البلد كلها لحد ما بيوصل لجانج وابن جوز أمها تشان، واللي بيبقى في مقام أخوها، بس الاتنين متربيين سوا، وبيشتغل بياع في محل خضار. ولما جانج بتعرف بموضوع المسابقة دي بتقرر يعني تسيب الشغل وترجع على بلدها. وفي يوم تشان بيقرر يزور مرات أبوه بعد 6 شهور غياب، وبياخد معاه حبيبته جين. وبالصدفة جانج كمان بتروح تزور مامتها بعد 10 سنين، ومامتهم بتبقى فاتحة مطعم تقليدي اسمه تشونيان جاك، بس الديون بتتراكم عليها ومش بتعرف تسددها، فالمطعم بيتقفل مؤقتا لمدة أسبوعين. ولما جانج بتعرف بتقول لمامتها إنها كده كده عايزة تقفل المطعم ده أو تغيروا المطعم حديث زي بتوع اليومين دول. وطبعا مامتها وتشان بيرفضوا عشان ده مطعم تاريخي، بس مامة جانج بتبقى عارفة إنها مش عايزة تجدد المطعم وبس، وإنها ناوية تخلص منه، وده لأن ليها ذكريات وحشة حصلت لها زمان في المطعم ده. وبنعرف إن وهي صغيرة أصحابها كانوا بيتنمروا عليها عشان ما كانش عندها أب، وعشان كده هي عايزة تخلص من المكان ده بالذكريات المقرفة اللي فيه. وبعد فترة جانج بتعمل مقابلة مع صحفية وبتسألها عن قرارها بخصوص المشاركة في المسابقة دي، ودلوقتي الكل بيعرف إن في طباخة عالمية هتشارك في المسابقة دي ومن ضمنهم جانج. وجين بتقنع تشان إن هو ينضم المسابقة دي، وبتقوله إنه لو كسبها ساعتها هيقدر يسدد ديون المطعم، ومش كده وبس، ده كمان يقدر يوري العالم كله قد إيه الكيميتشي بتاعهم طعمه حلو قوي. وفي الوقت ده تشان بيبقى شايف الموضوع من وجهة نظر تانية خالص، وبيبقى بيتدحلب عشان يتراهن مع جانج إن اللي هيكسب في المسابقة هو اللي هيقرر مصير المطعم هيكون إيه. جانج ما بتبقاش متوقع من أخوها حاجة زي دي، بس بتوافق وهي واثقة من جواها إن هي اللي هتكسب. وأخيرا يوم المسابقة بيجي وبيبقى فيه جماهير كتير بيحتفلوا بالحدث العظيم ده. وبنعرف إن المسابقة دي مكونة من 3 جولات، وعنوان كل جولة بيختلف عن التاني. وعنوان الجولة الأولى بيكون باسم الكيميتشي هو فخرنا، وفي الجولة دي المتسابقين بيبقوا مطلوب منهم يعملوا كيميتشي مش حراق، وده بيمثل الكيميتشي الكوري الأصلي، وبيدوم مهلة أسبوع يحضروه. وقبل ما يمشوا من المكان ده جانج بتقابل أخوها وبتقوله إن مفيش قدامه فرصة عشان يكسبها، وبعد كده بتستغل الوقت عشان تحضر المكونات اللي هتحتاجها في الكيميتشي بتاعها، لدرجة إنها بتعمل الملح بنفسها، وده لأن الملح اللي في المحلات بيبقى بكميات قليلة. وفي الناحية التانية تشان بيبقى هو كمان بيتمرن على الكيميتشي اللي هيعمله، وبيجرب وصفات جديدة
وهو بيعرف إن الطباخين التانيين مش هيستخدموا ملح المحلات في وصفاتهم، وأكيد زمانهم اتصرفوا في أفضل أنواع، بس الوقت بيكون اتأخر على إنه يلحق يعني يتصرف في نوع ملح كويس. وفي المشهد اللي بعد كده الجولة الأولى بتبتدي، والمتسابقين كلهم بيبقوا مجهزين مكوناتهم وأدواتهم، وبعد ساعتين الكل بيكون خلص الطبق بتاعه، بالذات جانج، وده لأنها يعني متعودة إنها تشتغل تحت ضغط، فخبرتها في المجال ده بتساعدها إنها تفضل هادية في المسابقة. وفي الناحية التانية تشان كمان بيبقى باين عليه إنه ما عندوش أي مشكلة. وأخيرا وليس آخرا، الوقت بيخلص والحكام بيبدأوا يدوا الأطباق، وبيكونوا مبسوطين من أداء المتسابقين، بس لما بيدوقوا طبق جانج بينبهروا عشان بيلاقوا التقديم زي ما يكون طبق مقبلات، فبيعتبروه مميز عن باقي الأطباق. والمكونات المميزة اللي جانج استخدمتها بتخلي الحكام عقلهم يطير منهم، ولما بيدوقوا طبق تشان بيعجبهم الكيميتشي بتاعه. بس اللي بيميز بقى طبق تشان عن باقي المتنافسين هو إن في الوقت اللي الكل استخدم فيه ملح، تشان استخدم فيه صوص الصويا التقليدي، وده بيدي نكهة مميزة للطبق بتاعه. وبعد ما الحكام بيتفقوا بيعلنوا النتيجة على الشاشة، وبنعرف إن جانج فاز بالمركز الثاني، وتشان هو اللي فاز بالمركز الأول. وجانج بتتضايق جدا بالنتيجة دي، خصوصا إنها كانت واثقة إنها تغلب أخوها، بس بترجع تفتكر إن لسه في جولتين تانيين، والجولة التانية ميعادها بيكون بعد أسبوع بعنوان هدوء النهار مع الكيميتشي. يا ريس يا ابن الكيادة انت. وفي الوقت ده المتسابقين بيبقوا بيحضروا الوجبة اللي هيعملوها في المسابقة الجاية، وتشان بيقرر ينزل يتمشى في المنطقة الساحلية عشان يدور على أي أفكار للوجبة اللي هيعملوها، وجين بتروح معاه، وهناك بيشوف كابوريا كتير جدا وهم رايحين يشتروا منها. بيقابلوا واحد كده كان بيتاجر في فاكهة البريسيمون في منطقة سول اسمه سانج، وبيطلع من المنطقة دي وبيدلهم على مطعم كيميتشي مشهور هناك، وبنعرف انه مطعم مامته اصلا. ولما بيروحوا ياكلوا فيه مامته بتقول لهم ان ابنها كان رياضي موهوب وكسب ميداليات كتير في المسابقة، بس دلوقتي هو هربان من البوليس، ورغم كده هي مقتنعة ان ابنها بريء. انت بتسلميه يا حاجة ولا ايه؟ وفي طريقهم وهم راجعين سول سانج بيوقفهم ويطلب منهم انهم يروحوا يشربوا معاه، وهناك بيعترف لهم انه من كام سنة قتل واحد من غير قصد، وده لانه كان سكران واتخانق مع الراجل، وفي وسط الخناقة زقوا ناحية العربيات فاتخبط ومات، ودلوقتي البوليس بيدور عليه، وعشان كده هو ما عندوش الشجاعة ان هو يرجع على البيت رغم ان امه وحشته جدا ووحشوا اكلها، وندمان جدا على اللي عمله. فجين بتقنعه يروح يزور مامته عشان هي كمان نفسها تشوفه، وسانج بيوافق. وفي اليوم ده سانج بيروح يقابل مامته بعد غياب سنين، وفي الوقت ده تشان بيقرر يروح يصطاد الكابوريا بنفسه، وبعد فترة بيرجع وبيلاقي جين واقفة مستنياه على الرصيف كل ده، وبعد شوية بيلاقوا مامة سانج وبتعزمهم على الغداء عندها، وفي طريقهم بيشوف البوليس وهو قابض على سانج وبيطلب منهم انهم يساعدوه، بس محدش يعني بيقدر يعمل له حاجة. والحادثة دي بتخلي تشان يرجع يفتكر الصدمة اللي عاشها في طفولته لما مامته سابته ومشيت من غير أي سبب. وجين بتلاحظ تغير في تصرفات تشان بعد اللي حصل، وبتفهم إن ده أكيد فكره بمامته اللي خلفته، وعشان كده بتقرر تسأل باباه عن الموضوع، وبيحكي لها إن مامة تشان كانت مش بتسمع، وده خلى تشان يتعرض للخطر أوقات كتير، والحوادث اللي حصلت دي خلتها تفتكر إنها بحالتها دي مش هتقدر تاخد بالها من ابنها، وعشان كده هي وثقت في مامة جانج وخلتها هي اللي تربي لها ابنها. بس تشان فاكر إن مامته اتخلت عنه بقصد، وبعد شوية بيلاقوا مامة جانج واقعة على الأرض وفاقدة الوعي، فبياخدوها على المستشفى. وفي الناحية التانية الجولة التانية من المسابقة بتبتدي، والعشر متسابقين بيكونوا مجهزين وصفاتهم قدامهم، وجانج بتحضر سمك ذهبي مجفف مع الكيميتشي، وتشان بيحضر الكابوريا اللي اصطادها مع الكيميتشي. وهو بيطبخ تشان بيفتكر ذكريات طفولته، فبيفقد تركيزه لدرجة ان هو بيتعور ومش بياخد باله، وبعدها بيرجع يركز وبيكمل في تحضير الوجبة. واخيرا الحكام بيروحوا يدوا الاطباق اللي المتسابقين حضروها، وبيمدحوا وجبة جانج رغم انهم كانوا مستهونين بطعمها في البداية، بس تشان بيتقال له تعليقات سلبية على الطبق اللي حضره، وده لان الحكام كانوا مستنيين منه ان هو يبهرهم اكتر من كده. وفي النهاية جانج بتفوز في الجولة دي بالمركز الاول، وتشان المركز الثاني، وبكده جانج وتشان هما اللي بيتأهلوا النهائيات، والجولة الثالثة بتبقى بعنوان أحسن كيميتشي. وفي الوقت ده أبو تشان بيعرف إن ابنه فاهم مامته غلط، فبياخده وبيروح عند الدكتور اللي مامة تشان كانت بتتعالج عنده
قبل ما تموت، وهناك الدكتور بيقول لهم إن فترة علاجها كانت أكتر لحظة عاطفية عدت عليه في حياته، وده عشان لما كانت بتموت خلاص كانت بتعافر عشان تشوف ابنها، وبعد ما ابنها زارها بدقايق ماتت على طول. والقصة دي بتغير طريقة تفكير تشان عن مامته تماما، وبيفهم إنها كانت بتحبه جدا. وأخيرا الجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة بتبتدي، وجانج وتشان بيتنافسوا مع بعض، ودلوقتي تشان بيبقى مقتنع إنه يقدر يهزم أخته، وفي الجولة دي بيسمي الطبق بتاعه كيميتشي الأم، وجانج بتسميه كيميتشي الدافي. ولما الحكام بيقيموا أطباقهم بيتفاجئوا جدا عشان بيلاقوهم عملوا نفس الطبق بالظبط، وحتى جانج وتشان ما جاش في بالهم يعني حاجة زي دي. بس بعد شوية الحكام بيقرروا إن الكيميتشي بتاع تشان أحسن من الكيميتشي بتاع جانج، وده لأنه حاطط له قرفة مخليه طعمه مميز جدا، في حين إن الكيميتشي مش بيتضاف له أصلا قرفة. وفي اللحظة دي بيفكر جانج بأيام زمان، وبيقول لها إن مامتها كانت بتحط قرفة في الكيميتشي بتاعها لما كانت بتبقى تعبانة عشان جانج تتدفى. وجانج أول ما بتسمع القصة دي بتتأثر وبتعيط عشان بتفكرها بحب مامتها ليها، وبتندم على معاملتها الوحشة مع مامتها. وفي الآخر مامة جانج بتموت، وجانج وتشان بيرجعوا يتفقوا مع بعض تاني، وبيقرروا يشتغلوا سوا ويفتتحوا مطعم من تاني، وبيبقوا فرحانين إنهم بيعملوا اللي مامتهم كانت عايزاه. والله فيلم جامد يا جدعان، تراني اتأثرت. أشوفكم بقى في العظمة اللي جاية، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش بقى تروق علينا باللايك والكومنت، وتشوف بقى الأفلام هنا، أفلام هتعجبك على الآخر. بس كده يا صاحبي، سلام.